بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. ونبتدي بالصلاة على سيدنا الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفلافل أو الطعمية بقى إن شاء الله. الطريقة دي لما تجربيها إن شاء الله مش هتشتري طعمية تاني من بره، أكيد أنضف بكتير، وطبعا الطعم مفيش بعد كده، وطبعا انت أكيد ضامنة نظافتها لأن انت اللي عاملاها بايديك. فطبعا مفيش احسن من عمايل البيت وان انت تكوني عامله كل حاجه لاولادك في البيت. طبعا الطعميه دلوقتي وعندنا احنا بالطعميه الواحده يعني ممكن تكون اكبر من البليه اللي هي بتاعت الاطفال اللي كانوا بيلعبوا بها زمان، الصغنونه الازاز دي، لا اكبر منها بشويه، والواحده ب50 قرش. وفي اماكن تانية كمان بيتباع الواحدة بجنيه وبرضو صغيرة. فاحنا هنعمل كمية وفيرة ان شاء الله، وكمان هنعين في الفريزر منها كل ما نعوز نطلع ونعمل لولادنا، اما تخلص نجيب ونعمل تاني. المكونات بقى بتاعت الطعمية ايه؟ طبعا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده دوت كان بصل اخضر. طبعا انا بحب البصل الاخضر، بيدي للطعمية طعم حلو جدا. وطبعا ده كرات من بتاعنا العادي دوت. طبعا لو الكرات مش متوفر، لو عندك مثلا الكرات اللي هو التاني اللي بيبقى له راس بيضة ده عادي مفيش مشكلة، بس بصراحة الكرات دوت يعني حلو جدا للطعمية. وكمان حطيت ربطة شبت على كزبرة خضراء، بصراحة بتدي طعم للطعمية حلو جدا جدا جدا، وانتوا هتشوفوا اللون بتاع الطعمية دلوقتي شكله عامل ازاي. وطبعا حطيت راس توم كبيرة لان انا عاملة كيلو الا ربع. وطبعا الفول بتاعي انا كنت نقعاه من بالليل، وقبل ما اشتغل صفيته وشطفته بشوية مية وحطيته في المصفى وسبته يصفى مع نفسه كده قبل ما ابدأ، يمكن بربع ساعة كده في الطعمية. وطبعا جبت بصلاية كبيرة وقطعتها برضو، وقلنا شوية توم حلوين كده، والكرات والبصل الاخضر، واللي هو الكرات اللي هو الفلاحي العادي بتاعنا ده. كل دوت هقلبه مع بعضه كويس جدا. وطبعا انت ممكن انا عندي الكبه، بس انا مرضتش اعمل في الكبه ليه؟ لان الكبه يعني بتغيب على بال ما بتفرمه، وكمان مش بتعمله زي الخلاط بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مطلعها ناعمه جدا جدا جدا. وهقول لكم ازاي هتخلوها ناعمه كده وهنعمل هتشوفوا معايا في الفيديو. نقول المكونات تاني: كرات اخضر، بصل اخضر، جبت بصلايه ناشفه، البصل العادي اللي احنا بنطبخ بيه ده، بصلايه كبيره كده توصي كده باكبر بصلايه عندك وقطعيها برضو عليه، وشويه توم حلوين كده. وهي دي المكونات بتاعه الطعميه بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا جبت الخلاط بتاعي، يعني ما تقليش على الخلاط بتاعك. لما تلاقي الخلاط بتاعك سخن جامد، طبعا هو اي خلاط لا يعني لما تشتغل عليه فترة هيسخن، فانت علشان تحافظي على الخلاط بتاعك ما يبص منك لا تقلي عليه. وكمان لما تلاقيه سخن هتسيبيه شوية يبرد شوية ويهدى كده. اللي انتوا شفتوه انا حطيت كوباية مية علشان الفول يمشي في الخلاط. طبعا الكوبايه الميه احنا هنصفيها دلوقتي، والمصفى كمان انا هقول لكم يعني خليكم معايا في الفيديو كده. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش اللايك وتعملي اشتراك في القناه علشان ان شاء الله اي فيديو علشان ان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم. وكمان تعملوا زر الجرس على الكل علشان ان شاء الله اي فيديو اعمله جديد ينزل لكم اشعار بيه. طبعا انا بضرب في الخلاط اهوت، انا مش متقله عليه علشان برضو احافظ على الخلاط بتاعي. فانت ما تقليش براحتك، انت ما حدش بيجري وراكي، براحتك اعملي يعني شويه شويه بشويه علشان برضو نحافظ على حاجتنا. الحاجه بقت غاليه جدا وبجد الله المستعان.
طبعا لما كنت بلاقي ان الخلاط يعني تقيل كده ومش بيمشي، كنت زي ما انتوا شايفين معايا كده بعمل ايه بالسباتولا اللي معايا، وبايه بقلبها من تحت لفوق كده علشان تمشي. وساعات كنت بشيل الشفشة اللي بتاع الخلاط نفسه من على الموتور بتاعه، واقعد ايه اهز فيه كده وارجعه تاني مكانه. طبعا هي بسم الله ما شاء الله كانت ناعمة جدا، انتوا هتشوفوها دلوقتي. قسما بالله يعني هي مش محتاجة حلفان ولا حاجة، بس بجد طعمها لو جربتيها بالطريقة دي مش هتشتري طعمية تاني من بره. بجد طعمها خطير. يعني لا كباب ايه، لا ده طعمية احلى طبعا من الكباب بطريقتنا دي. ان شاء الله لما تجربي الطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا ما تسيبيش الخلاط بتاعك ايه يعني شغال على طول، لا يعني شغال شوية وقومي فاصلة، يشتغل شوية وقومي فاصلة، علشان برضو ايه تحافظي على الخلاط بتاعك. وطبعا لا قدر الله ما يحصلش فيه حاجة وترجعي تدعي عليا انا، فايه عايزين نحافظ على حاجتنا كده. طبعا انا كنت جايبه المصفى ديت، فلقيتها ان الخرام بتاعتها واسعه، فهتنزل الطعميه. طبعا احنا الطعميه بتاعتنا ناعمه جدا، فهتنزل من الخروم دي. قمت المصفى دي كانت عندي ضيقه، مصفى سلك ضيقه، حطيتها. طبعا هي هتنزل الميه لكن مش هتنزل العجينه بتاعه الطعميه. فقلت لا هشيل دي بقى على جنب، وخليني في البوله ديت ومعاها المصفى دي، علشان الحروف بتاعه المصفى ماسكه على البوله، مش هتنزل في البوله المصفى يعني. فضيت زي ما انتوا شايفين اول دور اهوت. انا للكيلو اللي طبعا انا كنت جايبه كيلو الا ربع فول مدشوش، بليته من بالليل. وبعد كده طبعا لازم تبليه علشان يبقى حلو كده، والطعميه بتاعتك تبقى جميله كده. وطبعا علشان توصلي للقوام اللي هتشوفيه معايا في الفيديو ده، بليته من بالليل وبعدين قمت مصفيه وشطفاه، وقمت حاطاه في المصفى اللي انت شايفاها معايا دي. شايفين الميه بتنزل من المصفى هي، لكن مش عجينه ولا حاجه، ميه بس. طبعا الميه اللي بتنزل في البوله ديت هناخدها نحطها فين؟ في شفشق الخلاط تاني. يعني انت مش كل شويه هتحط ميه، لا انا حطيت للكيلو الا ربع فول مدشوش حطيت له كوبايتين ميه بالظبط. وطبعا الطعميه بتاعتك لو ميتها زايده هتفك منك في الزيت، فانت اعملي مشي بس على نفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، وان شاء الله هتعملي احلى طعميه. طبعا انا برضو نزل شويه ميه هم اتفضيتهم في الشفشه. ما تزوديش الميه بتاعه الطعميه علشان ما تفكش منك في الزيت. مشي على نفس الخطوات دي وان شاء الله هتطلع معاكي جميلة وزي العسل زي ما هتشوفي معايا في الفيديو. وبإذن الله هتجربيها بالطريقة دي مش هتشتري طعمية تاني من بره. طبعا الحاجة غالية جدا، فاحنا نعمل احسن في البيت، وهتعملي بايدك ضامنة نظافة الحاجة، ضامنة ان انت اللي عاملاها بايدك لولادك يعني هتبقي مطمنة. وطبعا مش هتبقى شاربة زيت زي اللي احنا بنشتريها من بره، يعني بيقولوا بيبقى مقطوع نفسها من كتر الزيت اللي فيها. وده طبعا بيجي علينا احنا، يعني ربنا يا رب يكفينا شر الامراض، اللهم امين يا رب العالمين. فانتي يعني اعملي كل حاجة في البيت افضل. وان شاء الله يعني هنعمل شوية حاجات مع حاجات مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية برضو، علشان كل حاجة نعملها في بيتنا ما نشتريش حاجة من بره. طبعا بعد ما صفت الميه بتاعتها قمت نقلها في البوله النضيفه ديت، وهسيب التانية ان هي تصفي الميه زي ما انتوا شايفين معايا كده. بسم الله ما شاء الله ناعمه جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد خطيره. ان شاء الله لما تجربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا. ويا ريت اللي تعملها وتجربها يا ريت تكتبولي في الكومنتات. طبعا برضو انا عملت الكيلو الا ربع تقريبا 4 ادوار في الخلاط. وكل مرة يعني اول مرة انا حطيت كوباية مية، بعد كده حطيت في الدورين، يعني في الدورين تانيين نص كوباية بنص كوباية، وبعد ما فيش هما كوبايتين مية بس. طبعا المية اللي بتتصفى من الطعمية بقوم رايحة فضياها في الشفشق تاني علشان الخلاط يمشي معاكي، وكمان ما يبقاش تقيل وحمل عليه. بحط دور كمان اهوت في الخلاط برضو. طبعا اي مية بتنزل من الطعمية هنحطها في الشفشق.
علشان انا زي ما قلت لك انا بقول وبعيد وبزيد اهو، ما تزوديش الميه وانت بتعملي الطعميه علشان هتفك منك في الزيت. لو الميه بتاعتها كتيره هتفك منك في الزيت، فانت اعملي زي ما انا زي ايه، مشي بس على الخطوات دي وان شاء الله هتطلع معاكي حلوه وزي العسل، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. طبعا خلاص خلصت اهوت. هفضيها برضو ايه في المصفى زي ما انتوا شايفين. طبعا بالسباتولا طبعا اكيد يعني كلنا عندنا سباتولا زي ديت او سباتولا من التانية، هتقلبيها من تحت لفوق كده في المصفى علشان برضو لو في اي مية تنزل كلها، وانت اكيد يعني ايه هتحسي بملمسها وهتعرفي اذا كانت هي صفت كل ميتها ولا لا. وهوريكم برضو القوام في الاخر خالص برضو علشان تشوفوه. نصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين معايا كده انا بعمل، شايفين المية اللي بتنزل بعمل اهو، وريتلكم اهو من تحت لفوق علشان اي مية في الطعمية اللي احنا عاملينها تنزل في البولة دي. احنا مش عايزين المية بتاعة الطعمية تكون كتير، شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. القوام بتاعها والنعومة بتاعتها حلوة جدا جدا جدا، اللهم بارك بجد. يعني بجد انا كنت يعني مبسوطة والله بجد. يعني ايه، دي حاجة كويسة في البيت ان انت مثلا تبقى عندك الحاجة عندك في الفريزر، يعني مش عاوزة مثلا تشتري من بره، بتطلعي الحاجة من عندك وبتعملي، ده اكيد خير في البيت. يعني بيتك لما بيكون في حاجات عندك موجودة بتحس ان بيتك مليان وفيه خير. طبعا طبعا انتوا اكيد شايفين قوام الطعمية معايا اهو. جبت اكياس تلاجة، وطبعا على قد يعني شوفي الكمية المناسبة ليكي قد ايه واعمليها دي. يعني ايه، انا عملت الكمية اللي هتبقى مناسبة لينا. طبعا ده على حسب افراد اسرتك، وانت اكيد ست البيت وعارفة طبعا، فاعملي الكمية اللي تقضيكي مثلا في الاكلة. شايفين اللون بتاعها بسم الله ما شاء الله حلو جدا جدا جدا. ما تنسيش بقى تحط اللايك الجميل من ايديك الحلوة، وطبعا تعملي اشتراك في القناة وتعملي اشتراك في القناة وتعملي الجرس على الكل عشان ان شاء الله اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار بيه. وطبعا كومنت جميل من ايديك الحلو. طبعا انا شلت الزيادات اللي في الاكياس زي ما انتوا شايفين كده بالمقص علشان يبقى ايه شكلها لطيف كده. ودي كانت الكمية اللي انا عملتها، وكمان سبت شوية كنت هنتعشى بيهم كده. عملت شوية هو هحط عليها. طبعا انا ما حطيتش على العجينة اي حاجة، لما بتيجي تعمليها بتحط عليها. حطيت لها نص معلقة بيكنج باودر، انا ما كانش عندي كربوناتو فحطيت بيكنج باودر، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت شوية ملح. وزي ما انتوا شايفين معايا كده بعملها صوابع، احنا بنحبها صوابع بالمعلقة كده، ورشيت عليها شوية سمسم. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، ان شاء الله تجربيها وتعجبك. طبعا لو انت عندك كربوناتو حط لها ربع معلقه كربوناتو على الكميه اللي انت بتعمليها، لكن انا للاسف ما كانش عندي كربوناتو اللي هي البيكنج صودا، فحطيت كان عندي بيكنج باودر، حطيت نص معلقه واقل. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.